انا لقيت بالصدفه فيديو لشيخ من الشيوخ المشهوره من سنين فاتوا، وهو اسمه على اسمي الشيخ حازم شومان. بيتكلم فيه عن موقف حصل لإحدى المغسلات وهي بتغسل إحدى المتوفيات الشابات. تعالوا نشوف ونعلق عليه، وهحاول ان انا يعني اكون هادي كده طول الفيديو، عشان في ناس بتقول لي انت بتسخر ما هو يا جماعة من اللي بنشوفه. فتعالوا نشوف. جت احدى النساء تغسلها، فوهي بتغسلها جت تصب الميه على جسمها، لقت لحمها بيتهرى، لحمها بيدوب مع الميه، الست اترعبت. واحنا كمان اترعبنا، يا نهار ابيض. الموقف اصلا مجرد ما انت بتتكلم عنه احنا بنتخيل ده ازاي، يعني اللي هو ازاي ما بالك بالست، يعني الله يكون في عونها. ليه بيغسلوها بميه نار؟ ده اكيد ده ممكن يكونوا مثلا اتلخبطوا، بدل ما يغسلوها بميه عاديه غسلوها بميه نار، فلحمها بيتهري. ده اكيد ولا؟ طب هنكمل عشان نشوف. خير خير. حاولت تغسلها لحمها بيدوب، سابت الغسل، قالت لهم مش هكمل، مش هكملي ليه مش مكمله غسل، ومشت وسابت البنت. راحوا دوروا على واحده مغسله تانية، جت المغسله التانية جت تغسل البنت، كل ما تصب الميه على حته من جسمها، جسمها يتهري، جسمها يدوب من بعضه. الست اترعبت، حاولت تاني اترعبت، سابت الغسل ومشت، قالت انا مش هغسلها، انا مش هكمل غسل. مغسله واتنين يحصل نفس الموضوع؟ لا، ما هو صحيح لو ميه نار ما ايديهم هيحصل فيها كده. اكيد مش ميه نار، اكيد في سر، في سر. طب نشوف كده، هم اكيد جابوا مغسله تالتة، طبعا طبعا. نشوف المغسله التالتة عملت ايه. راحوا جابوا واحده ثالثه وعارفين ان هي تهرب، قفلوا عليها الباب بالمفتاح من بره، فلما جت تغسلها ولقت جسمها بيتهرى اترعبت، جت تخرج من الباب لقت الباب مقفول، قعدت تنادي عليهم، قالوا لها مش هنخرجك الا لما تغسليها. طب اغسلها ازاي؟ اعملي اي حاجه، اتصرفي. يا ولاد اللذينه. لا فكره. عارفين ان هي هتهرب، فقالوا نخدعها ونقفل عليها الباب من بره، ويمين شمال هتغسلها، يتهري يتهري. قال ايه الاهالي مش فارق معاهم؟ يعني الفكره ان الاهالي مش فارق معاهم ان جثمان بنتهم بيتهري وبيدوب. لا، اهم حاجه تتغسل. يا تتغسل، تخش النار من غير ما تتغسل، او تخش الجنه من غير ما تتغسل. يا اهم حاجه البنت تتغسل. انا هادي يا جماعه والله، بس هو الكلام صعب قوي يعني. يعني الناس شايفين بنتهم جسمها بيتهري واللحم بيدوب، وهم مش فارق لهم. هات يا عم مغسله، هتتغسل 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 يعني هتتغسل. فقفلوا بقى على المغسله التالتة دي. يلا منك ليها بقى. والله ما انت طالعه غير بتغسليها، غسليها حته حته، وبصي ولملمي كده بقى، يعني الحته اللي تنزل دي ارفعيها تاني وفططيها ولزقيها. يبقى هاتي لزق معاكي سولوتيب وشدي كمل يا شيخ حازم كمل. بدات تصب الميه بقمه الرفق باي طريقه، والبنت لحمها بيتهري لغايه ما غسلتها وكفنتها. قالت لهم انا لازم اعرف دي كانت بتعمل ايه، انا لازم اعرف بتعمل ايه. انا لازم اعرف البت دي كانت بتعمل ايه في حياتها. عرفوني، وانا بقى همخمخ واقعد كده واعرف ايه السبب اللي خلى لحمها يتهري وهي بتتغسل. انتوا بس قولولي كده، وانا بقدراتي وعلمي للغيب وتطلعوا على الاسباب هعرف البنت دي لحمها بيتهري ليه. يلا قولولي. انت كنت فين من 6 ل 6 الا ربع؟ وانت ايه اللي وقفك كده؟ ويا ترى انت كنت موجوده وقت الحادثه؟ يعني تحس انها بقت محققه مش مغسله. طب نكمل عشان نشوف الدنيا رست على ايه في الاخر. اول ما فتحت الدولاب وشافت تا 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 تا. فضلت وراهم لحد ما فتحت الدولاب. يا ترى هتلاقي إيه في الدولاب؟ هل مخدرات؟ هل بتتاجر في الاعضاء؟ اكيد بتتاجر في الاعضاء، ما دام الجسم بيتهري اكيد فيها متاجره في الاعضاء. هل بتاكل مال اليتيم وحاطه عندها؟ هل بتقتل في الناس؟ هل كان للحكومة المصرية شأن في ذلك أو يد في ذلك؟ مش فاكر كان بيقول لي في الفيلم. نكمل لما نشوف الدولاب طلع فيه إيه. طلع فيه تعبان وطلع، وهي كانت شغالة حاوي وتصفر للتعبان. كمل يا شيخ.
شافت اللبس وشافت البناطيل وشافت التايرات القصيره وشافت الفيزونات والبوديهات اول ما شافت اللبس بس خلاص عرفت ان كل امرئ يبعث على ما مات عليه، ان اللي مات على لبس يغضب. فتحت الدولاب ولقت التييرات والبناطيل والباديهات والفيزيونات والكرواسونات والبريزيدونات والبريزيدون حسني مبارك. مش فاهم يا شيخ يعني. طب وبرضه يعني ايه علاقة ان اللي مات على شيء يبعث عليه؟ طب يعني هي كانت بتاع لحمها بيبان للناس ما هو يبعث. طيب انت يعني هنفترض مثلا يعني ماشي ده يبعث مش وهي بتتغسل، يعني المفروض ده يبعث يا شيخ. وبعدين يا شيخ لو في كل واحدة لبست تيير قصير وبنطلون وفيزون وبادي والليبرو والحاجات دي حصل فيها الكلام ده، انا بيتهيألي يعني ما بين كل 10 بنات بيتغسلوا 8 منهم هنلاقي اللحم بتاعهم على الارض. ولا يا شيخ مش الكلام ده صح برضو؟ بص يا شيخ مكتوب ايه على الفيديو بتاعك، انا لقيت الفيديو بالشكل ده بيقول لك يعني هل الاسلام بيخليك تنشر الكذب عشان تنشر الاسلام؟ يعني انت فعلا كده بتنشر الكذب يا شيخ، وحماسك ده يعني بيخليك تشارك في الكذبه. انت المفروض اسمك حازم شومان. احنا لو عدلنا يعني شومان ديت لكلمه تانية نخليها شك مان. لا مش شكمان بتاع العربيه، لا شك راجل اللي شك في الحاجه اللي بتسمعها يا شيخ. اعمل زي حازم كده، شك عشان توصل للحقيقه يا شيخ. مش تكتر كلام وتنشر كلام حتى لو الكلام ده بالكذب. وراهنك يا شيخ انك عارف ان هو كذب، اراهنك. يا جماعه انا حاولت اكون يعني ما بسخرش في الفيديو وهادي يعني لابعد الحدود، ولكن شايفين الكلام يعني مش عارف. يلا السلام عليكم.